السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنعمل معاكم القرص الطرية بالعجوة، جميلة جدا ومغذية للأطفال. ممكن تحطيها في اللانش بوكس، تسد معاكي أحسن من السندوتشات. عندنا هنا نص كيلو من الدقيق، 3/4 كوباية من السمنة، معلقة من السكر، معلقة صغيرة من الخميرة. ندوبهم كده كويس ونسيبهم على جنب. وعندنا نص معلقة من البيكنج باودر ورشة من الملح، ننزل بيهم كده على الدقيق وننزل عليهم بالسمنة. دي سمنة على الزيت. هننزل كده ونفرك السمنة كويس مع الدقيق، نشربهم بعضيهم كويس. بعد كده ننزل عليهم بالخميرة الأول، وبعد كده اللبن بقى على قد ما العجينة تشيل معانا لبن. هنفركهم كده كويس. متنسوش الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام وذكر الله، دعاء لأهل غزة وأهل السودان. كده فرقنا الدقيق كويس بالسمنة. هننزل كده بقول لكم دي العجوة اللي هنعمل بيها، ده بلح مش عجوة طرية. هنطريها على النار مع بعض ان شاء الله. ننزل كده بالخميرة مع السكر. اهم حاجة تعجني كويس. انزل بقى باللبن كده حبة حبة لغاية ما العجينة تلم معايا. اذكروا لنا على الاكل عشان يبقى فيه بركة. نلمها بقى وسيبها تستريح شوية، نروح نعمل العجوة مع بعض ونحطها كده. ممكن تحطي معلقة سمنة، ممكن تحطي معلقة مية اللي موجود عندك. خدت كوباية نص كوباية من المية ونص كوباية من اللبن. جيت هنا على النار، حطيت معلقة سمنة وهنزل كده بالتمر، نطريه كده شوية. ههرسه كويس. نحط عليه معلقة من السمسم. ونعمله كده على قد القرصة عشان يبقى القرصة كلها عجوة. خلاص العجينة استريحت وعملتها كده قرص كده عشان تبقى مليئة العجينة كلها. تبططيها كده بايدك، مش محتاجة اي حاجة تفرديها بيها، لان العجينة طرية وجميلة. هنقطع بقى كل الكميات بالشكل ده واسيبها تستريح وتخمر. نرجع نحطها بقى في الفرن. المعجنات بتاخد نار حامية، يعني سخني الفرن قبل ما تحطيها. كده اختمرت، جبت الشوكة ونغزتها بيها كده علشان ما تنفخش. ندخلها بقى الفرن ونشوفها مع بعض. شكلها بعد ما طلعت من الفرن ما شاء الله عليها، طرية وجميلة، والعجوة مليها كلها. نص كيلو دقيق عمل لنا اكتر من كيلو من القرص بالعجوة. انت عارفين القرص دي غالية ازاي في الافران. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوناش بقى في لايك وشير فضلا وليس امرا. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.